بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التجارة لها دور كبير في الحياة الاقتصادية للناس، وخاصة في أوقات معينة. ونحن الآن سنستقبل قريبا شهر رمضان المبارك. نجد نصوصا في الكتاب وفي السنة تنذر وتتوعد الذين يخالفون الموازين الشرعية، مثل قوله تعالى: ويل للمطففين. طبعا الميزان أو التطفيف في الميزان هنا عام، يشمل جميع الموازين، ليست فقط موازين التجارة، الموازين العقلية الفكرية النفسية القضائية إلى آخره. فالقرآن كما يقول علماء الأصول في قاعدة ذهبية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبالتالي إذن كما وضح أخي محمد قبل حين وهو يتحدث عن التغيير الذي حصل لأهل المدينة، كيف أحسنوا الكيل وهم يتجاوبون يتناغمون ينسجمون مع آي القرآن الكريم. فنجد إذن نصوصا في القرآن والسنة تتوعد الذين يخالفون الموازين الشرعية، ونجد نصوصا أخرى تشجع وتدعم وتبشر الذين يوافقون موازين الشريعة في هذا المجال التجاري الحيوي، الذين لا يخالفون الموازين الشرعية. دعني أذكر بعض الأحاديث في هذا الباب، ثم نرى كيف يكون التاجر المسلم وهو يمارس تلك العملية التجارية، يعني يطبق جملة من القيم دي فالور وجملة من القواعد للراجل. فبتنقل هناك الحياة التجارية مضبوطة بقواعد ومضبوطة بقيم. التاجر الذي ينضبط ويهتدي بهذه القواعد والقيم لن يضيع، سيربح ورب يبارك في تجارته. وكذلك الناس أيضا سوف يرتاحون في التعامل معه، لا نريد خلافا، لا نريد صراعا يعني متكررا بين التجار وغيرهم، نريد انسجاما، نريد تعاونا، نريد تناغما. ولكن لا يتحقق ذلك كله إلا بالتناغم والانسجام مع تلك الموازين وتلك المعالم. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبشر التجار. ولكن وش من نوع التجار؟ تجار الصادقين، التجار الذين يعملون بالموازين الشرعية، اللي ما يغشوش، اللي ما يديروش التدليس، اللي ما يرفعوش الأسعار، اللي ما يديروش الاحتكار، يعني يأخذوا بعض السلع مجموعة من التجار ويحتكروها ويخرجوها في وقت معين، وتوفر شروط ما يسمى بالندرة، وبعدين يتحكمون في الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية، للسلع الضرورية التي يحتاج إليها الناس. هذا كله مرفوض. أما التاجر الذي لا يدلس ولا يغش ولا يحتكر ولا بشره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول: التاجر الصدوق. الصدوق معناه عنده قيمة الصدق، يمارسها في عرضه للتجارة، في تصريحه بالأسعار الحقيقية، صدوق في موازينه، صدوق حتى في الصرف، كي يرد الصرف لهذاك المتعامل مع هذاك الزبون إلى غير. كلمة الصدوق تستغرق جميع العمليات التجارية. أعود إلى الحديث النبوي الشريف: التاجر الصدوق الأمين. وصف آخر: مع النبيين، هنا البشرى، مع النبيين والصديقين والشهداء. حديث رواه الإمام الترمذي وغيره. إذن هذه البشرى العظيمة تبشر التجار، ربي يبارك في سلعهم وفي تجارتهم وفي أرزقهم، وكذلك يحظون بهذه البشرى النبوية. ونحن نعلم علم اليقين أن بشائر المصطفى صلى الله عليه وسلم تتحقق. نجد حديث آخر يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ، معنى الذي يتبع وينتهج منهج الاحتكار يعد في نظر ميزان النبوة
في نظر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خاطئا، لا يحتكر إلا خاطئ. الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام أبو داود وغيرهم. نجد حديث آخر فيه بشرى، فيه يعني بشرى وفيه نذير في الوقت نفسه. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. إذن كخلاصة القول نجد نصوصا في آي القرآن ونصوصا أخرى في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تتوعد وتحذر الذين يخالفون تلك الموازين الشرعية، وكذلك نجد بشائر في تلك النصوص تبشر الذين ينسجمون مع موازين الشريعة في التجارة وغيرها.